شو اخبارك؟ الحمد لله. انت من لبنان؟ ايه. انا من اسرائيل يا اخي. انت من اسرائيل؟ Public television Israel. Oh, why? No, but I'm just asking that people are gonna ask. You don't do that. What the problem? I mean, I'm rude? Why I'm rude, Maloma? Are you a Qatar fan? Yes. And what is the... From which TV you are? We're from Israel. Sorry. ويلكم فلسطين. معظم الناس كانت بتؤيد منتخب ألمانيا في كسب البطولة، لكن الألمان ما كانوش مركزين على البطولة على قد ما كانوا مركزين على ترويجهم للمثلية، ويشاء ربك إنهم يتفتحوا قدام العالم كله. فضيحة بهزيمتهم قدام اليابان، وفضيحة أخلاقية بعد ما أصبحوا منتخب الشواذ. ودلوقتي العالم كله بيتريق عليهم، مش العرب والمسلمين بس، لأ كمان اليابانيين. وناس تانيين من دول مختلفة. الغريب هو إصرار ألمانيا على تقديم الأفكار دي، وتيجي وزيرة الداخلية الألمانية بكل عبقرية وقال إيه صايعة يعني، دخلت الاستاد لابسة جاكيت والأمن شافوا لبسها عادي جدا زي ما انتوا شايفين، وساعتها خلعت الجاكيت وظهرت للعالم وهي لابسة بادج لدعم المثليين، تحس إنها دخلت زي الحرامية، لكن الحقيقة إنها بتكشف للعالم كله كذبهم واحتيالهم وانتهاكهم للمحرمات في قطر. نخلص من العك ده وندخل على عك غيره. ده مشجع إنجليزي قرر يدخل أحد مولات قطر يتجول فيها وهو لابس لبس الحملات الصليبية، ولما حاول يروح يدخل الاستاد باللبس ده بمنتهى البجاحة الأمن القطري منعوه. وبعد تصرف حكومة قطر مع الترويج للمثلية ومنع التهريج اللي بيحصل عند الاستاد، قامت انجلترا والدنمارك وألمانيا بالتهديد بالانسحاب من كأس العالم بسبب منعهم من وضع الشارة اللي فيها تأييد للمثليين. أنا الحقيقة مش فاهم إيه البجاحة دي، ما تنسحبوا عادي، يعني انتوا جايين ضيوف في قطر لكام يوم عشان تفرضوا عليهم تقاليدكم المحرمة عندهم وكمان بتتحارب في بلدكم، مش يتعلموا من الجمهور الياباني اللي نظفوا الملعب بعد الماتش؟ أكيد كلنا بنتساءل دلوقتي إيه الهبل اللي بيحصل هناك ده؟ وهل في حاجة تانية بتحصل في المونديال مش واخدين بالنا منها؟ تعالوا شوفوا الفيديو ده وانتوا هتعرفوا اللي بيحصل في المونديال. مرحبا. اهلا. انا من اسرائيل. ما في اسرائيل، في شيء اسمه فلسطين. لا في اسرائيل. فلسطين حر. في اسرائيل. امر واقع. فلسطين. امر واقع. فلسطين. امر واقع. من اليوم ليوم القيامة في اسرائيل. في اسرائيل. في اسرائيل وانساك السياسي. انساك السياسي. في اسرائيل امر واقع. في اسرائيل. عيب عليكم. عيب عليكم. وكانت المفاجأة بالنسبة لهم على أرض الواقع لما لقوا رفض لوجودهم من كل الشعوب العربية. قطر في المونديال فعلا بتتعرض لحرب، أولا مع الإعلام الغربي اللي عاوز يفرض عاداته وتقاليده على بلد مسلم عربي، وثانيا مع الطرف الصهيوني اللي عاوز يفرض التطبيع. ولكن كل الاحترام لكل الشعوب اللي بتحترم عاداتنا العربية، والفيديوهات الجاية دي هتظهر لكم أخلاق شعوب مختلفة وشهادتهم عن العرب والمسلمين. Salam alaikum. سلام عليكم. Say we're having a wonderful time. Organisation is amazing. Friendliness, very welcoming. No problems at all. It's very cool. I like the white on white, and with the glasses as well. I think it's very nice, and it's a nice outfit. It's very comfy, and I think it's very beautiful.